أبلغت تركيا قيادة قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان قرار سحب كتيبتها الهندسية مع الإبقاء على جنودها في القوة البحرية. وتأتي هذه الخطوة بعد خطف طيارين تركيين في بيروت. هذا وأعلن الخاطفون أنه لن يطلق سراحهما ما لم يفرج عن اللبنانيين المخطوفين في بلدة أعزاز السورية منذ أكثر من عام. هو ملف عمره أكثر من عام. في نهاية أيار مايو من العام الماضي اختطف مسلحون من المعارضة السورية 11 زائرا لبنانيا بعد دخولهم من معبر باب السلام على الحدود التركية، عملية تبناها لاحقا لواء عاصفة الشمال في أعزاز محددا مطالب سياسية ومادية. في منتصف آب أغسطس قام أفراد من آل مقداد في لبنان بخطف مواطن تركي لمبادلته بقريبهم المخطوف في سوريا حسان المقداد. بعد ساعات اختطفت مجموعة مواطنا تركيا آخر لمبادلته بالمخطوفين اللبنانيين. وبعد أيام أطلق خاطفو أعزاز حسين عمر ثم عوض إبراهيم غداة إطلاق سراح المخطوفين التركيين. هنا باشرت السلطات اللبنانية مفاوضاتها عبر وساطة تركية قطرية، نتيجتها الاتفاق على مبادلة المخطوفين ال9 بسجينات في دمشق. الشهر الماضي أفرجت دمشق عن عدد من السجينات فيما اعتبر بادرة حسن نية، لكن لواء عاصفة الشمال رد مشترطا الإفراج عن المزيد من السجينات لكي يطلق مخطوفين 2، فتوقفت المفاوضات. ورغم إبلاغ الجانب اللبناني الخاطفين عبر أنقرة بحصيلة مفاوضاته مع دمشق وتزويدهم بلائحة تضم أسماء المعتقلات، أصرت الجهة الخاطفة على لائحة أخرى. فيما بعد تبين أن عددا من المعتقلات يحملن أكثر من اسم، وأن عددا آخر موجود خارج سوريا. هكذا تعثر إتمام صفقة التبادل. اليوم لا يزال الجانب اللبناني ينتظر الرد التركي في هذا الشأن. حتى اللحظة لا جواب. المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود برأي أهالي المخطوفين، فقرروا العودة إلى التحرك ضد المصالح التركية في لبنان. الموعد الاثنين المقبل.